وسنذلل لكم الصعوبات، بل سنتعامل معها بحذر، أنها لديها الكثير من الأشياء التي لا تريد أن تظهرها. عندما نسمع الكثير يتحدثون عن فعلا ماذا إهدار للإمكانيات للإيرادات، انزلوا إلى جميع الجهات الإرادية، تحققوا هل صحيح هناك من يأخذ إتاوات، من يأخذ مجهود حربي كما يقولون. نحن نقول لنا كل الفخر وكل العزة، لو توفرت الإمكانيات لحولناها نسبة كبيرة من هالمجهود الحربي بلا حرج، لكن لا يوجد. نحن نحاول أن نوفر القدر الأدنى من الراتب. أي جهة أو أي مسؤول يدعي أنه يقسم من الإيرادات لصالح المجهود الحربي فهو كذاب وسارق. اذهبوا وتحققوا وأثبتوا للشعب كائنا من كان. إذا كان الأخوة في الدفاع يحصلون على شيء من غير الإطار المركزي فليبلغونا وسنعطيهم الضعف لنقطع الطريق على هؤلاء السرقة الذين يحاولون ابتزاز إيرادات الدولة تحت هذه العناوين ولا نرى منها شيء في الميدان. نحن لا نتحرج من موضوع المجهود الحربي لو وجد، وسنعمل ما بوسعنا لدعم الجبهات، لكن أن تبقى هذه الكلمة وسيلة للتشويه والارتزاق، وسيلة لماذا؟ لتشويه الجيش وتشويه اللجان وتشويه الجبهات، وأيضا لابتزاز الإيرادات في كثير من المناطق. هذا ممنوع تماما، ونحن مستعدون لمحاسبة أي شخص سواء كان رسمي أو تنظيمي. يجب أن تتعاملوا بجدية وترفعون التقارير عن أي جهة يقال أنها تؤخذ تحت هذا العنوان، ونحن سنتكفل بالمجهود الحربي من الجانب المركزي وسنعطيهم أضعاف حتى نقطع الطريق على ذلك. ولا أيضا نريد أن يكون العدوان قطاع للترهل والفساد. إذا حاولنا أن نتدخل أو أن نقول حاسبوا فلان قالوا إحنا في عدوان ما هو وقته، لا، يجب أن يقوم الجهاز المركزي بدوره، ويجب أيضا أن تكون النزاهة والشفافية، ويجب أن نعمل على تحسين الإيرادات لما فيه المصلحة للدفاع، للجبهات العسكرية، للجبهات الأمنية، لتوفير الرواتب، لتقديم المتاح والممكن من الرواتب، لتقديم النفقات التشغيلية للأجهزة والمؤسسات المهمة. لذلك نحن نعول عليكم كثيرا، ونأمل إن شاء الله أن تكون هذا بداية تدشين جديدة ومرحلة جديدة من الأداء ومن الانضباط، ومن أيضا أن يعم دور الجهاز على جميع المؤسسات. لكم كل شكري وتقديري وللأخوة في قيادة الجهاز، ونعيدكم وعدا علينا أننا سنبذل كل ما بوسعنا لتوفير المتاح والممكن ليستطيع الجهاز القيام بدوره، باعتباره كما قلنا أكثر من مرة جبهة متقدمة في الحفاظ على بنية الدولة ومؤسساتها. والوقت قد تأخر قليل، نحن تأخرنا ما يقارب الشهرين تقريبا منذ تعيين القيادة الجديدة حتى جاء هذا اللقاء، لكن منحناكم الفرصة لإعداد الخطط والبرامج، ونأمل ألا تبقى نظرية فقط وفي الأدراج، أن تنزل إلى واقع عملي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.